بنفسك في المجال ده؟ والله بنستكشف لسه بنستكشف. ليه الناس ما بقتش عارفة تفرق بين التكبر والغرور والثقة بالنفس والأورا؟ أول حاجة هي الثقة في النفس، من اسمها كده إنك بتبقى عندك إمكانيات معينة اتجربت أكتر من 1000 مرة في المجال بتاعك أو في المكان اللي أنت فيه، بسبب أنت جربتها كتير قوي فبقيت واثق في نفسك. يعني مش المنظر اللي بيجي في بالك أول ما حد يقول لك الواد ده واثق في، لا 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 لا، واثق في نفسك دي زي مثلا مجدي يعقوب مثلا عمل 50-60 ألف عملية قلب قبل كده مفتوح ونجحوا كلهم مثلا. يعني انا ما اعرفش هو عامل قد ايه، بس مثلا في الحالة دي الراجل ده هيبقى واثق في نفسه، هيبقى ماشي عارف ان هو لو اتحط هيأدي. ملاكم مثلا بقاله سنين بيتمرن انضرب في وشه لما اتعمى، لما يجي يتعارك مع واحد في الشارع هو عارف ان الواد اللي قدامه ده عمره في حياته ما اتمرن ولا اتحط في موقف عرك. يعني هو الواد الملاكم ده اصلا هو بيكلم وشه جايب شاشة مرتين قبل كده، انت ما انتش موجود بالنسبة له. فعشان كده في الحالة دي هو يبقى واثق في نفسه. انت هتيجي تهدده تقول له يا ابني هعمل فيك يا ابني وهطلع واخلي، وهو ولا هيتهز، هيبقى باصص لك بصة كده، هو ولا هيبقى شايفك اصلا. وده ليه؟ لانه واثق في امكانياته المتجربه الوفات قبل كده. الغرور بقى الصوت العالي، اي صوت عالي اعرف ان ده غرور على طول. الغرور بيبان خالص عند حد هو مستواه كويس في الحاجه اللي هو فيها بس ما هوش معدي منافسينه، فبيعوز يغطي النقص اللي عنده ده ان منافسينه ممكن يكون في حد معديه اصلا بانه يتكلم. بقى دي العلامه بتاعته ان هو بيتكلم وبيتمنظر وهكذا، ده اسمه مغرور. الغرور ده بقى بيعمل ايه؟ بيخلي الشخص ما يشوفش عيوبه واخطائه ويشوف ان هو ممكن يقع، بيشوف نفسه انه خلاص عدى الفلنكات مستحيل هيقع تاني، خلاص هو طلع لفوق. ودي بتبقى لحظة السقوط عند اي حد مغرور جه في تاريخ البشرية. الغرور بيخلي الشخص يفكر ان هو حواليه طاقة الهية بتحميه، انه مستحيل هيقع، فبيخبط في الحلل بقى. ما بيحسبش زي في الاول لما كان لسه صغير بيحسب ازاي هيطلع، ازاي هيخش في المجال، ازاي هيتعلم، طب ازاي يشوف منافسينه والناس المعلمين بتوعه في المجال يشوفهم ازاي بيتعاملوا، ازاي هيكبروا، بيراجع اخطائه اول باول، بياخد برأي الناس عشان يبقى احسن. الغرور بيقتل الموضوع ده كله فبيخليك تلوش، فبتلبس في حيطة فبترجع للصفر تاني، وبعدها غالبا بتكون طاقتك استنزفت كلها فما بتقدرش ترجع للقمة تاني. بعدها بيعيش بقى على حطام الماضي ان هو ايه، كان من اعظم لاعبين العالم وكان من اعظم مش عارف ايه، فخلاص بقى بيركن وبينام. اول ما لاعب كرة او فنان بيطلع يقول ان هو خلاص ختم اللعبة وختم المجال، بيطلع بقى عيل ما ختمش المجال ولا ختم اللعبة لسه، بيطلع من تحت في الاستخبص كده، الواد ده يطلع يختم له على قفاه بقى وينيمه في الدار لحد مدى حياته لحد ما يموت بقى. التكبر بقى، الناس مفكره الغرور والتكبر واحد، هم قريبين من بعض جدا بس في فرق كبير بقى بينهم. الغرور بتأذي نفسك، بتبقى شايف نفسك في فقاعه فبتلبس في حيطه، انما التكبر بقى هو انك بتشوف ان اللي حواليك اقل منك وانك شايف نفسك فوق الناس في كل حاجه. بقى انت شايف نفسك انت اللي فوقهم، انت اللي ليك كل حاجه وتستحق كل حاجه وهم لا. ده التكبر، ده بقى اللي هو كان عند فرعون والكلام ده. انما الغرور ده كان عند ناس تانية، بس طبعا الاتنين حرام، بس ده عشان تفهم ايه الفرق بس. طب الرابعه بتاعتهم بقى وهي الاورا. الاورا دي من الاخر وهي اعراض الثقه بالنفس. انت لما تبقى متمكن في مجالك غصب عنك بتبقى بتعمل تصرفات الناس بتشوفها اورا، المنظر ده مش عارف، طريقه المشيه، القعده، الوقفه، مش عارف ايه هكذا، صوتك، طريقه كلامك، نبرتك، الكلام ده كله بيعبر عن الثقه في النفس، هي دي اسمها الاورا. لما الاورا دي طلع لنا نوع من الناس بقى خدوا النتيجة بتاعة الثقة بالنفس وقاموا حاطين على نفسهم، بقوا بيمشوا في الشارع عاملين ظهرهم كده، صوتهم تخين بقى ومش عارف ايه، وبيمثلوا الثقة بالنفس. شوفهم تحس ان الواد ده رئيس جمهورية، تيجي تتكلم معاه تشوف انجازاته في الحياة، تشوفه واثق في نفسه كده منين، تبص تلاقيه عامل شبه ازازة المية اللي ما فيهاش من جوه مية، هي فاضية من جوه بس مرشوش عليها مية من بره بقت مشبرة، فاللي يشوفها من بعيد يفكرها مشبرة، انما هي يجي يشرب يبص يلاقيها فاضية. ودول اسمهم ايه بقى؟ ازاز المايه الفاضيه دول اسمهم الهلافيت. الهلافيت بقوا منتشرين في كل نصيبه دلوقتي بسبب ايه؟ بيكسلوا يتعلموا مهارات تخليهم متمكنين وعليهم القيمه فعلا، فبالتالي الناس تروح تحتاج لهم فيبقى عندهم ثقه في نفسهم ان الناس كلها محتاجه لهم دلوقتي، ما هو ناس عاليه القيمه، فبيقوموا واخدين النتيجه بقى اللي هي الاورا. وده طبعا مش عايز اقول لك ان هو بيفضل عبيط وامه عارفه لحد ما بيموت، ويطلع بقى يقعد يقول لك انا مش عارف والله يا جدعان الدنيا مش ملطشه غير مع الجدعان اللي زي ما هو بيبقى مفكر نفسه
الاورا بقى يطلع بقى يقول لك الحمل ما يشتدش غير على الرجال يا ولد ابوي، ويفكر نفسه بقى ان هو يعني اللي ما جابتوش الدنيا والدين وهو ولا عامل اي حاجه في دنيته ولا في اخرته، هو زي ما انا قلت بالظبط ازازه ميه فاضيه من جوه. طيب نوصل بقى دلوقتي ان انا هكلمك في المعنى العميق لكلمه هذا من فضل ربي، مش هكلمك على اي حاجه انت متوقعها، هجيب لك الجديد. انت دلوقتي لما تطلع وتقول ان انت بطل العالم وان انت اللي رحت واللي جيت وعملت بايدك وبدراعك وبشطارتك ومش عارف ايه، الناس لما تسمع نوعيه الكلام ده في الاغاني بيحصل لها دوبامين كده وتحس ان هي كسرت الدنيا، فبالتالي المخ بيحصل عنده لبس ما بيبقاش فاهم. زي ما انا قلت قبل كده في الحلقات اللي فاتت ان المخ اغلب خلق الله بيصدق الكلام، بيصدق ان انت جامد وان انت مفيش منك اتنين وان انت شبح المجال وان انت كل الكلام اللي انت فاهمه بتاع المهرجانات ده. مروان بابلو لما يعمل التراك ده يكسر مصر كلها والناس كلها تطلع تغنيه، لما يطلع هو بقى ويقول لك انا عملت مش عارف كذا وكذا وكذا وكسرت الدنيا في الراب وغيرت الراب وقبض بيبقى بالدولار وما بدورش على الاثار وجايين نسيب اثار والكلام ده غرور مباشر. انت كده عملت شبه قارون بالظبط بس مع اختلاف الزمن. يعني قارون كان بيقول ان المال والشطاره دي من عنده اتخسف بالارض، هكذا لما يقول ان الحاجات دي من عنده انا عارف ان هي من عندك بس انت كنت سبب ان الكلام ده يحصل. احنا كلنا مجرد اسباب على الارض، فهمت؟ وهنندفن وهنموتوا والناس هتنسانا كلنا. سيدنا سليمان كان فاهم الحته دي كويس، اجمد واحد على وش الارض، والملك اللي جاله ما جاش لحد بعده لحد دلوقتي. اول كلمه قالها هذا من فضل ربي. الجمدان والتوفيق اللي انت فيه، يعني مثلا اوضه زي اللي انا قاعد فيها دي توفيق من عند ربنا. ما كانش زمان عارف اصور، ما كانش زماني لاقي نور اصور بيه ولا تليفون اصور بيه ولا كاميرا اصور بيها، انت فهمت؟ فدي اسمها توفيق من عند ربنا. قلت في اول الفيديو ان مروان بابلو والاغاني دي كلها ممكن تكون سبب فشلك. ليه بقى؟ انت لما تسمع اغاني ان انت قبضك بالدولار وما بتدورش على الاثار ومخك يقتنع بالكلام ده لان انت فعلا مقتنع ان انت مفيش منك اتنين، وشوف الحالات اللي انت بتنشرها وانت هتعرف كلام ان انت ما انتش شايف حد فوقك وان انت احسن واحد على وش الارض. انا بكلمك انت في اللحظه دي انت لما تروح تشتغل في محل عند واحد او تشتغل في شركه او تشتغل اي شغلانه عشان تجيب دخل، انت دلوقتي دخلك صفر اصلا. عشان تجيب دخل لازم تشتغل عند الناس لحد ما تمسك فلوس، بعدين تشغلها انت بقى وتمسك بقى بالدولار وتعمل اللي انت عايزه. فعبال ما يبقى قبضك بالدولار دي لازم تندعك شغل وتعليم. فانت بقى بتنزل تتنك كده مش عارف ايه، مديرك في الشغل يقول لك اعمل كذا، تبقى انت متنك عليه متكبر عليه لان انت شايف نفسك مفيش منك اتنين فبيطردك. فبتطلع من عنده تقول ديك امك لديك ام الشغل، انا عمك وعمكم كلكم، ده انتوا ما تستاهلونيش، ده انتوا مش عارف. انت فين قيمتك؟ فين قيمتك اللي تخلي المدير يستحملك بتناكتك؟ فهمت؟ في اللحظه دي الاغاني اللي من النوع ده بتدمرك وانت ما انتش عارف، لانك بتتغر وتتكبر وانت ما انتش واخد بالك انك على الفاضي، انك بتتكبر على الفاضي. لو عجبك الجو بتاع الاورا وعايز يبقى عندك ثقه في نفسك وكده، ابني قيمه، اقعد في الظل كده ابني قيمه، والقيمه بتعوز وقت طويل عشان تبنيها. اقل كلام 6 شهور او 3 شهور، وده بالمناسبه انت بتفكره وقت قليل بس ده وقت متعب وممل بالنسبه انك هتطلع بقى المشتتات والاغاني والهاكس اللي انت بتهجصه ده وتهتم انك تبني قيمه حقيقيه. املي الازازه، شايف الازازه دي؟ خدها املاها واملاها ميه معدنيه عشان ما بشربش غير شرب. بص يا عم بطل تقل دم يا عم. بعد ما تملى الازازه هتلاقي نفسك لوحدك كده بتتعامل بالقوره والتقل والمش عارف ايه والكلام ده. ربنا يوفقك ويوفقنا كلنا. وقول لي رايك في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، ولو في حاجه شاغله بالك في الكلام اللي انا قلته او كلام في دماغك معين قوله لي في التعليقات وانا باذن الله برد على كل التعليقات. يلا سلام.